هو سؤال بس، ايه يعني بطريق بيجري في التلج ساب صحابه والناس قلبت الدنيا؟ بجد ده يعني موضوع؟ هو مش موضوع، هو علامة. علامة ايه يا عم؟ ده بطريق مش سقراط. صح، والغريب انك شفته ووقفت. يا عم انا وقفت بس عشان الفيديو حزين. لا، وقفت عشان حسيت بحاجة، صح؟ لا عادي يا عم يمكن. طب قول لي ليه الفيديو ده متصور من 2007 وما عملش حاجة، ورجع 2026 وكسر الدنيا؟ ممكن عشان الترند او الخوارزميات او عشان الناس فاضيه، ولا عشان ملايين ماشيين في طريق وهم مش فاهمين ليه؟ يا عم انت بس على فكره مكبر الموضوع. ولا انت مصغر الموضوع علشان ما تضطرش تبص جواه؟ يعني انت شايف البطريق ده يا عم مش بطريق؟ انا شايف ان البطريق ما اختارش يمشي لوحده، بس في ناس بتكمل وهي تايهه. بس انا عندي سؤال، ليه البطريق ساب القطيع؟ السؤال الحقيقي، هل انت ماشي مع القطيع لانك مقتنع ولا لانك خايف تمشي لوحدك؟ القصه دي مش عن بطريق، خلينا نرجع من الاول. ليه البطريق يسيب القطيع فجاه؟ تخيل معايا نفس البطاريق ماشيه مع بعض في نفس الاتجاه ونفس الهدف، وفجاه واحد منهم يلف ظهره للكل ويمشي لوحده ناحيه الجبال، ناحيه اللاشيء. ليه ملايين البشر في 2026 شايفين نفسهم نفس فكره البطريق؟ قبل ما نحكم وقبل ما نفسر وقبل ما نحول البطريق لفيلسوف وجودي لازم نرجع خطوه لورا. الفيديو اللي كسر الدنيا السنه دي مش جديد، مش متصور 2026 ولا حتى متصور من قريب. الحقيقه ان الفيلم ده متصور سنه 2007، يعني قبل التيك توك وقبل الانستجرام وقبل عصر الترند اصلا. طب مين البطريق ده؟ بطريق من نوع ادلي، نوع معروف انه يتحرك ويعيش ويصطاد دايما في القطيع. القطيع بالنسبه له امان واكل وبقاء. الخروج عن القطيع في عالم البطاريق مش تمرد، ده خطر. اللي حصل بقى وسط الاف البطاريق واحد بس قرر يمشي في اتجاه تاني، ساب البحر واللي هو مصدر الاكل بالنسبه له وساب القطيع وبدا يمشي ناحيه الجبال الجليديه. البطريق ده مش اكتر من 70 كيلو بعيدا عن اي طريقه نجاه. علميا ده طريق من غير رجعه. في نقطه بالنسبه لي مهمه جدا، مفيش عالم احياء قال ان البطريق ده كان بينتحر ولا بيدور على معنى ولا زهق من الحياه. دي مش قصه فلسفه، دي قصه بيولوجيه. بس لو القصه علميه وبس، ليه الناس اتعلقت بيها؟ وليه الفيديو رجع فجاه؟ وليه اتسمى البطريق العالمي؟ هنا بقى القصه بتتحول من بطريق لبشر. لو المشهد ده حصل قدامك في 2007 كنت هتعديه، ليه بقى دلوقتي وقفك؟ خليك معايا علشان اللي جاي مش عن بطريق، عننا احنا. دلوقتي بعد ما عرفنا القصه الحقيقيه، دلوقتي نسال نفسنا سؤال مهم، هل البطريق ده كان واعي للي بيعمله؟ الاجابه العلميه الواضحه لا. علماء الاحياء والسلوك الحيواني متفقين تقريبا ان السلوك ده مش قرار، ده خلل. الخلل ده ممكن يكون سببه اجهاد شديد، مرض او اصابه عصبيه، اضطراب في التوجه، او تشوه بالاحساس بالمجال المغناطيسي للارض. البطريق زي طيور كتير بتعتمد على احساس داخلي بالاتجاه والبوصله الطبيعيه اللي بيتولد بيها. لما البوصله دي بتبوظ الجسم بيكمل حتى لو الطريق غلط. تخيل معايا جي بي اس بيقول لك لف يمين وانت مش شايف غير طريق واحد، فتكمل مش لانك مقتنع، لانك مش عارف بديل. وده اللي حصل مع البطريق. البطريق ما عندوش شك او مراجعه او وقفه مع النفس، هو ماشي لان جسمه قال كده. هنا بقى الفرق الجوهري، البطريق يعني غريزه، الانسان يعني غريزه ووعي. بس خليك معايا، لو البطريق ما اختارش، ليه احنا زعلنا عليه؟ وليه حسينا ان هو مظلوم؟ وليه شفناه مأساوي؟ لاننا شفنا نفسنا في فكره واحده مرعبه، فكره الاستمرار الاعمى، انك تكمل مش لانك مقتنع لكن لانك تعبت او لانك مش عارف ترجع. هنا بقى اديلك مثال بشري، لو شخص في شغله بيكرهه بس مكمل، علاقه انتهت من زمان بس مستمره، هنا بقى الجسم بيكون مكمل بس العقل فاصل. هو اللي كان بيكمل قوي ولا احيانا بس بيكون مش لاقي طريق تاني؟ هنا بقى الرد اللي يقنعك ويوجعك. البطريق بقى لما بوصلته باظت ما كانش عنده خيار. احنا احيانا البوصله بتبوظ بس احنا بنطنش. القصه دي مش عن بطريق اختار يمشي لوحده، دي عن كائن ما كانش يقدر يختار وخلى كائنات تانية تقدر تختار او تسال نفسها اسئله صعبه. بس لسه في سؤال اهم، لو القصه علميه ليه رجعت دلوقتي؟ وليه الناس كلها شافت نفسها فيها؟ وده اللي هنتكلم عنه في اللي جاي. دلوقتي خلينا اسالك السؤال الصح، الفيديو قديم، القصه معروفه، البطريق مات من زمان، ليه رجع في 2026؟ ليه مش في 2010 ولا حتى 2015؟ ليه في الوقت ده بالذات؟ الحقيقه الاولى ان الترند ده مش عشوائي، مفيش حاجه بتعمل ترند صدفه. الترند دايما بيعكس مزاج الناس مش الحدث نفسه. الفيديو ما اتغيرش، هو احنا اللي اتغيرنا. خلينا نكون صريحين، شباب وتعبان وضغط شغل بقى مستمر والخوف من المستقبل والذكاء الاصطناعي اللي مهدد وظائف كتير. طرق الحياه القديمه مش مضمونه، الناس حاسه انها ماشيه بس مش واثقه هي رايحه فين. بطريق سايب القطيع وماشي في اتجاه غلط، مش لانه مجنون لكن لانه تايه. وخلي بالك من الكلمه دي عشان هي المفتاح، تايه. احنا ما حبيناش البطريق، احنا حبينا احساسه. تيك توك وانستجرام ويوتيوب مش بيعرضوا المهم، بيعرضوا اللي شبه حالتك النفسيه. لو انت مرهق هيجيلك محتوى عن الارهاق، لو حاسس انك غريب هيجيلك محتوى غريب. البطريق مش اختارك، الخوارزميات هي اللي اختارته ليك. مثال بسيط، واحد قاعد الساعه 2 الفجر
حاسس انه تايه، بيفتح التيك توك يطلع له بطريق وماشي لوحده في التلج ومع موسيقى حزينه، طبيعي جدا يقول هو انا ده. وفي اللحظه دي البطريق خرج من كونه حيوان وبقى رمز للتعب، ورمز للاغتراب، ورمز لفقدان الاتجاه، ورمز للناس اللي مكمله ومش فاهمه هي مكمله ليه. انت شايف البطريق لانه قصه غريبه، ولا لانك حسيت انه شبهك؟ الفيديو ما انتشرش لان البطريق ساب القطيع، انتشر لان في ناس كتير حاسه نفسها انها سابت الطريق، بس لسه في حته اخطر. خلينا نترجم المشهد كويس. القطيع هو المجتمع، المسار هو المتوقع منك، البطريق الفرد اللي تعب. مش كل اللي ساب القطيع شجاع، ومش كل اللي كمل كان صح، بس السؤال امتى الانتماء يختفي؟ احنا ماشيين مع القطيع لاننا مقتنعين، ولا لاننا خايفين نمشي لوحدنا؟ واحنا بقى بدورنا عملنا ايه؟ خلينا البطريق يتكلم وحطينا له موسيقى حزينه وكتبنا عليه جمل فلسفيه. ليه؟ لان الكلام عن بطريق اسهل من الكلام عن نفسنا. البطريق بقى ميم، نكته، فلسفه، سياسه، قصه حيوان تحولت لمرايه بشر. تعالوا نعمل تحدي بسيط عن الوعي والغريزه. البطريق عنده غريزه، لو اختلت بيكمل للنهايه. الانسان عنده وعي بس احيانا بيطفيه. الفرق بيننا وبين البطريق اننا نقدر نوقف، نسأل ونرجع. هو الخطر الحقيقي انك تمشي لوحدك، ولا انك تفضل ماشي وانت مش عارف ليه؟ الرسالة من القصة مش بتقول سيب القطيع او كمل وخلاص. القصة بتسأل انت ماشي بوعي ولا بس مكمل؟ البطريق ما كانش بيدور على معنى، احنا اللي بندور. البطريق ما كانش عدمي، احنا اللي مرهقين. الفرق الوحيد ان البطريق ما كانش عنده اختيار، بس انت عندك اختيار. لو حسيت انك ماشي في طريق غلط، هتكمل ولا هتوقف وتعيد حساباتك؟ اكتب رأيك في الكومنتات وانا بقرا كل التعليقات على فكرة. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب الايموجي ده في التعليقات. عاش عليك يا بطل انك وصلت للحظة دي. وبكده اقدر اقول لك سلام.